السلام عليكم خاوتي، وان شاء الله كامل تكونوا بخير. خاوتي اللي ماهوش مشترك معنا في القناة يشترك، وما تنسوش تدعمونا بجامل الفيديو. خاوتي، المغاربة يتهمون قوات البحرية الجزائرية بجريمة قتل شابين مغربيين من طرف حرس الحدود الجزائرية. وينخرج خبير مغربي يؤكد الخبر وقائلا: قتل الشاب المغربي جريمة مكتملة الأركان، وهو ربطها برد على استهداف الشاحنتان اللتان اخترقتا المنطقة العازلة. يقطع بأنها جريمة دولة، وبأن قرار قتل الشاب المغربي اتخذ من طرف المؤسسة العسكرية على حد تعبيره. خاوتي، قانونيا جريمة اغتيال السائقين الجزائريين العام الماضي لم تكن ضمن حدودهم، بل ضمن مناطق نزاع لا تعترف الأمم المتحدة بأنها أراضي مغربية. أما قتل المغاربة حسب روايتهم فقد كان لاجتيازهم حدود دولة دون تصريح وعدم امتثال لأوامر الجيش بالتوقف. في الأخير، ما رأيكم أنتم؟